عرشي قد أخفاه عنا، والذكر نور للنفوس، للأرواح جنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن طبائع النفس. القرآن الكريم حينما تكلم عن النفس قسمها إلى أقسام ثلاثة. تارة يبين أن هناك نفس أمارة بالسوء، وتارة يبين أن هناك نفس لوامة، وتارة يبين أن هناك نفس مطمئنة. فهذه الأنفس الثلاثة، هل كل إنسان فيه ثلاثة أنفس أم هي نفس واحدة؟ مع أن الخلق كله ركبه الله من نفس واحدة، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وفي عديد من آيات القرآن بيّن أن الله خلق الناس جميعا من نفس واحدة، فكان لكل فرد منا نفس. هذه النفس مستمدة من نفس آدم التي هي النفس الواحدة التي خلقها الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان كل إنسان له نفس واحدة، فلماذا جاء القرآن ليعبر أن نفسا أمارة ونفسا لوامة ونفسا مطمئنة؟ وهل الإنسان يمر بهذه المراحل بنفس واحدة أم أنها ثلاثة أنفس؟ والحقيقة أنها نفس واحدة، ولكن هذه النفس الواحدة قد تكون أمارة، قد تكون لوامة، قد تكون مطمئنة. فمتى تكون هكذا؟ هذا الأمر يعتمد على مادة الغذاء التي يقدمه لها الإنسان. أنت بتغذي نفسك إيه؟ أغاني، قرآن، نظرات، بتغذيها إيه؟ كمان البيئة اللي أنت عايش فيها بيئة صالحة ولا بيئة فاسدة؟ الحاجات دي كلها بتأثر على النفس وبتغير في النفس وبتحول في النفس. فعشان كده بتبقى كل نفس لها طباع مختلفة عن النفس الأخرى. خلونا نشوف مع بعض هذه الطبائع في هذه الحلقة. والذكر نور للنفوس، ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا. ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه.